يا خبر، سوسو راحت فين؟ فبصت يمين وشمال بس للأسف ما لقيتش سوسو، فخافت جدا عليها وقعدت تعيط وعينيها اتملت دموع لدرجة ان هي ما بقتش عارفة تشوف قدامها. فقعدت تنده: سوسو يا حبيبتي رحتي فين؟ رحتي فين يا بنتي؟ فسوسو سمعت صوت مامتها فقالت لها: انا هنا يا ماما. فمامة سوسو سمعت صوت وحست ان هو من تحت الشجرة. لما ركزت فيه قوي اكتشفت انه دي سوسو، فعلى طول نزلت تحت الشجرة وبصت يمين وشمال فين سوسو، وعلى طول لقيتها فجريت عليها. فلما سألتها ايه اللي حصل، سوسو حكت لها كل الحكاية وهي محرجة منها، وقالت لها: انا اسفة يا ماما ما سمعتش كلامك، انا حاولت اطير بس اهي دي النتيجة، رجليا اتكسرت وكمان جناحي اليمين اتكسر. مامة سوسو صعبت عليها قوي بنتها وقالت لها: يا حبيبتي يا سوسو، بس اهو ده جزاء اللي ما بيسمعش كلام مامته. وبعد كده شالتها على طول وجريت على العش وطهرت الجروح، ويوم ورا يوم الجروح بدأت تخف، وكل يوم بتجيب لها اكل حلو قوي علشان تاكله علشان الجروح تخف. وفي يوم من الايام مامة سوسو قالت لها: تعرفي يا سوسو، انتي لو سمعتي الكلام وما نطيتيش وما تهورتيش كنتي دلوقتي بتعرفي تطيري. فسوسو استغربت وقالت: ايه ده؟ كل ده حصل عشان انا ما سمعتش كلام ماما؟ يعني انا لو كنت سمعت كلامها كنت دلوقتي بكون بطير وبرفرف في الهوا؟ الواحد ما بيتعلمش بالسهل. ربنا يشفيني وان شاء الله اخف بسرعة علشان اعرف اطير، وربنا يخليني ماما. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. قولولي ايه رأيكم يا اصحابي في الكومنتس. باي.